السلام عليكم ليكيب، جيسبر كو سافا. معكم كوثر من قناة كوثر لايف ستايل. فيديو تاع اليوم راح يكون جولة في كادوكوي. كيما راكم تشوفوا نروحوا لها في هذا الاتجاه اللي زوميت لكم عليه، لانه كاين اتجاهين، اتجاه بايدك دوزو والاتجاه اللي صورته لكم. فلهنا تاخذوا المتروبوس يعني لاخر محطة. حنكتب لكم اسمها لهنايا، تابعة لمنطقة او بلدية كادوكوي. هنا خدا الطريق منا واحد الساعة وربع، ساعة و20 دقيقة على حسب المتروبوس اللي تكونوا فيه. وحبيت نوريلكم هنا المنظر الذي يفصل بين اسطنبول الأوروبية اللي كنا فيها وهذيك اللي كتشوفوا فيها من الهيه اللي هي اسطنبول الآسيوية. فمشاهدة ممتعة. هنا بعد ما وصلنا وخرجنا من ستاسيون هذيك اللي هي اخر محطة، قعدنا نشربوا الشاي باش نكملوا الوجهة ديالنا. الوجهة ديالنا راح تكون حديقة، راح نخلي لكم اسماء هنايا واسمها كالاميش اتاتورك باركي. راح تمشيو من محطة المتروبوس لهذه الحديقة واحد 15 دقيقة، في المابس كتبوها توصلكم حتى لتما. راهم دايرين تما مهرجان الشتاء ومكان ولا اروع. هنا كنا وصلنا فريمون كاديكوي والمناطق الاسيويه بزاف شابه، يعني كانه جانب اخر لاسطنبول، هدوء، راحه، فريمون حاجه دو توب. هنايا هذا البارك هكا جاي كبير ويطل على الساحل، وهذا الكوتي اللي راكم تشوفوه فيه منا اللي هو دايرين فيه المهرجان الشتوي، خلاص حتى 8 مارس، مهرجان الشتاء او يعيطولو كيش كرنفال. ففيه العديد من الفعاليات والالعاب اللي راح نشاركها معكم ونعطيكم لي بخي. فكملوا معايا هذا الفيديو باش تكتشفوا اكثر واكثر. هذه وكاله. بخصوص اللعبة اللي كنتوا تشوفوها اللي هي التزلج على الجليد، فوالا لي زوق تاعها عندكم نص ساعة. مثلا اذا بديتوا على 10 راح تكملوا على 10 ونص، اذا بديتوا على 11 غير ربع راح تكملوا 11 وربع، الى ما في ذلك. هادو هما لي زوق. الحاجة الشابة في هذا المكان انه يطل على الساحل كما راكم تشوفوا ملهيها، وفيه العديد من الاماكن الجميلة والديكورات اللي تقدروا ديروا قدامها الصور. بعد ما اخذنا العديد من الصور لهنا رحنا باش نلعبوا. بون اي مكتوبه باتان اللي هي كيما نقولوا احنا باتان، لي باتان اللي هي تزلج على الجليد 80 ليره. وكاين واحد اللعبه للاطفال الصغار 50 ليره راح نصورها لكم. فهنا كاجراء اول تحكموا ورقه تعمروا فيها معلوماتكم، رقم الاقامه ديالكم، الاسم ديالكم، الهاتف، التاريخ، حتى كما راكم تشوفوا في الاخير الرقم حاشاكم الصباط اللي راح تلبسوه. فلقينا مثلا هادو كيما 38 39 لقيناهم كومبلي، فاضطرينا انه نلبسوا صبابط كبار علينا. ولا هنا بعدها بعد ما سجلنا وخلصنا جينا لهنا، دخلنا لهنا باش ندو حاشاكم الصباط وكاين هذا الكاسك. فاحنا فضلنا انه ما نلبسوش لانه ثقيل. المكان كان جد دافئ وفيه هكا تفاصيل الشتاء والبرد والثلج الى ما في ذلك. فريمون كنا بزاف
يعني أنا شخصيًا je suis vraiment satisfaite من التنظيم، satisfaite من التعامل تاع العمال تما، ففريمون جازت توب. وأنا ننصحكم سواء كنت سائح ولا مقيم هنايا، ننصحكم ديروا جولة لهذا المكان قبل 8 مارس. ليكيب كونسيرنون المطاعم، كاين هذا مطعم خلدون هكذا جاي جوست في الحديقة هادية، أو كلاميش أتاتورك باركي قدام مهرجان الشتاء. أسعاره فريمون توب. وبالمناسبة كان ماتش، فكانوا الناس لهنا كان الغاشي فاستنيناهم حتى خرجوا. طلبنا هاد الطبق اللي كان 130 ليرة، ويعني كان بزاف بنين، 135 عفوا. وأيضا أما الشاي فكان إكرامية من المطعم. وصحباتي دومونداو قهوة اللي كاين فيها هذه life is short stay awake for it. ف فريمون الأجواء كانت جد جميلة، قهوة ساخنة وكان البرد برا، والمطعم بزاف هادئ وجميل. يعني أكيد بعد ما خرجوا هادوك تاع المباراة، هنا كنت مع صاحبتي كنا نتبادلوا أطراف الحديث. بالمناسبة صديقة مصرية، كنت مع صديقات مصريات وجزائريات، فكان اليوم جد جميل. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. راح نزيد نعطيكم معلومات أخرى باش نكمل هذا الفيديو. بالنسبة للناس الجديدة في قناتي، نتمنى تدعموني بالاشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ما يتعلق بالعيش في تركيا، أسعار، سياحة، فنادق، دراسة، عمل إلى ما في ذلك. فما تبخلونيش بالاشتراك في القناة وأيضا تفعيل الجرس. وشكرا على حبكم ووفائكم. حبيت نصور لكم هادو عبارة عن محلات، الشكل ديالهم عبارة عن دار ولا كوخ ولا من الحطب اللي يخليكم تحسوا بالدفء في هذا الشتاء. ف فيوجد العديد من المحلات اللي كانت مغلوقة واللي كانت مفتوحة. مثلا هذا المحل يبيع القهوة، أيضا هذا المحل يبيع القهوة التركية والغير التركية. هنالك محل أيضا هذا يبيع السحلب، بيبيع الحلويات. صراحة أسعارهم شوي مرتفعة بما أنه يعني هذا المهرجان ماشي دائم، فأكيد راح تكون الأسعار كذلك. أيضا يوجد العديد من المحلات الأخرى اللي قلت لكم كما قلت لكم كانت مغلقة وفيها هاد الوتام تاع تاع نيو يير. فأكيد الناس اللي كانوا هنا في رأس السنة الجديدة جوزوا يعني يوم الشباب، لأنه تم بزاف شباب. هنا أيضا القهوة كما راكم تشوفوا هنا لا ديكوراسيون ايتو. نفس المحل هذا يشبه المحل الثاني اللي فيه العديد من الحلويات إلى ما في ذلك. وكتشوفوا ديكوراسيون. كاين محل هذا تاع البالك، محل اللحم بلوتو عفوا السمك عفوا، اللي حاطط الأسعار لهنا ابتداء من 100 ليرة. كتشوفوا لي ساندويتش تاعو ابتداء من 100 ليرة. فريمون زادت المعيشة هنا في تركيا، ولكن أيضا زاد معها الأجر القاعدي. الناس اللي راهي تتبع قناتي راني نحط كل ما يتعلق بالأسعار
الأسعار، الأجور إلى ما في ذلك. شوفوا هنا الديكوراسيون شحال شباب، يمكنكم الالتقاط العديد من الصور. وهنا في كآخر حاجة هبط للساحل، أخدنا بعض من الصور، عجبنا هذاك الشميسة كيفاش كانت طالة بالرغم من أنه الجو كان بارد ومغيم في نفس الوقت. وأنا وصلت إلى نهاية الفيديو، جسبر يكون عجبكم ويكون نال إعجاب الجميع. ما تبخلونيش كما قلت لكم باللايك ومشاهدة هذا الفيديو وتبارطاجيه مع الناس وتشوفوا قناتي وإن شاء الله تفيدكم. وفوالا أنا نخليكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.